تحياتي وحلقة جديدة لكل الناس اللي بتصعب في مواجهة بيراميدز وتقول ان الاهلي مش هيقدر يلعب بيراميدز، وبيراميدز فريق قوي. انا عايزك تتفرج معايا على الفجوة اللي لو الاهلي قدر يستغلها في الماتش الجاي بتاع بيراميدز انت تخلص الماتش 1 و2 و3. الجزء اللي في نص الملعب باين هنا في الصورة، وباين كمان في اللقطة اللي بعديها. هنا لعيبة البنك الاهلي بتنقل الكورة بكل سلاسة ومفيش ضغط ومفيش اي حاجة، الكورة راحت على الطرف. لعيبه بيراميدز برضه بتحلق من بعيد، مفيش رجوع من الخط الامامي خالص، محدش بيرجع من الخط الهجومي كله بتاع بيراميدز. هنا 1 2، الكره راحت تاني على الطرف، رجعت على الطرف، اتلعبت بالعرض. خد بالك هنا قدام ال 18 في كام لاعب، بلاتي توريه واقف بيتمشى جنبيهم بعيدا عن ان الكره خرجت. هنا الكره تاني على الطرف ناحيه اليمين، الناحيه العكسيه اللي تثبت ان الموضوع ملوش علاقه بالناحيه الشمال او الناحيه اليمين. هنا الكره بتتلعب، بيتنقل لعيبه البنك الاهلي. الماتش ده خلص 3-2. الكره هنا بتترفع، بص هنا خد بالك قدام ال 18 مفيش برضه نفس الفكره. يعني عنده صعوبه برضه نادي بيراميدز لما بيحاول ينقل الكره. هو دايما عايز ينقل الكره، يطلع الكره من العمق ومن عن طريق العمق، عن طريق وليد الكارتي او بلاتي توريه او مهند لاشين، ان هو ينقل الكوره للاطراف ويروح بهجمه. كمان الكرة هنا تاني نفس الفكرة. فكرة تانية برضو ان بيراميدز ما بيحاولش ان هو يخرج بالكرة من المساكين دايما للاطراف، بيحاول دايما يخرج بالكرة من المساكين لنص الملعب، ومن نص الملعب يحاول الكرة للاطراف. هنا بيحاولوا ينقلوا الكرة، المساكين مش قادرين يطلعوا على الاطراف، بيحاولوا يلعبوا الكرة. لما الكرة تخرج من على الطرف من المساكين بتوع بيراميدز، ان كان اسامة جلال او احمد سامي او كده، فالكرة بتخرج غلط، فما بيحصلش فيها اي حاجه، فالكره بتتقطع. وانا بكلمك على البنك الاهلي اللي بينافس على الهبوط. هنا برضو نفس الفكره، في فجوه برضو في الضغط العالي. بيراميدز لما بيضغط عالي، اتفرج على المساحات اللي في نص الملعب. بلاتي توريه طبعا مش هيقطع نفسه لانه كمان ما فيش حد بيساعده، فانت بتلاقي نفسك هجمه والتانيه والتالته يخرج بلاتي توريه يحاول يغطي اللعيب اللي بينزل دايما في ظهر نص الملعب بتاع بيراميدز. فبلاتي توريه بيخرج وراه ويسيب نص الملعب كله فاضي. فشوف بلاتي توريه هنا راح ناحيه اليمين عشان يمسك اللاعب اللي ساقط ورا نص الملعب، فاصبح هنا الكره ما فيش حد برضه. هنا برضه تكمله لنفس الفكره. هنا الكره هجمه لبيراميدز، الكره بتتقطع. شوف الارتداد بتاع بيراميدز، انت بتتكلم على فريق برضه بكررها لك بينافس على الهبوط. فين لعيبه بيراميدز؟ مفيش. الكره هنا راحت ناحيه الطرف، بسيوني برضو الكره معاه، وايا كان التصرف اللي اللاعب بيعمله فهو انت بتتكلم على الارتداد. بص هنا نص الملعب مفيش نص ملعب، وتسديده اي كلام، طبعا فرق قدرات. هنا برضو تاني الكرة هنا برضو نص الملعب، نادي البنك الاهلي بينقل الكرة، مفيش ضغط، الضغط ضعيف. انا اخترت لك الماتش ده ليه؟ لان هو الماتش ده يعني بيراميدز كسب 3-2 يعني بخطأ، يعني برضو ضربة جزاء ايا كان، اخطاء الحكام والكلام ده كله. الكرة هنا بتتنقل، بيراميدز مش قادر يخرج بالكرة، وبرضو بنلاقي لعيبة البنك الاهلي بتقطع الكرة. طب هل الموضوع له علاقه بس بالجزء اللي هو نص الملعب اللي خاص ببلاتي توريه ومهند لاشين ووليد الكارتي؟ لا، احنا بنتكلم هنا برضو ان بيراميدز زي ما هو عنده الشيبي عالمي جدا في الهجوم وفي الدفاع، ومحمد حمدي نفس الفكره، فاي كره بتتلعب وراهم هي خطر. هي اي حاجه. بص هنا لو خدنا بالنا برضو الكره وهي بتتعاد من الزاويه الثانيه، يعني بص الارتداد بتاع لعيبه بيراميدز. هنا الشيبي هنا بيتمشى ورا مش باين، محمد حمدي بيجري ورا لاعب البنك الاهلي. نفس الفكره برضو، زي ما هم اقوياء في الهجوم فهم عندهم ثغرات قويه جدا في الدفاع. بص هنا لعيبه البنك الاهلي بيعملوا هجمه مرتده بكل سلاسه، ما بقتش مرتده، بقت لعبه منظمه. فين لعيبه بيراميدز؟ مش موجودين. الكره هنا بتتنقل، فرق قدرات برضه. الكره هنا اتحطت في العارضه ورجعت، مين متابع؟ مفيش. برضه لاعب البنك الاهلي هو اللي متابع. هنا الكره برضه كذلك الامر، الكره هنا فاول لبيراميدز، راحت بهجمه مرتده. اتفرج على الارتداد واضحك معايا، بلاتي توريه بيغطي مفيش حد. الكره هنا اتلعبت، طبعا فرق قدرات زي ما قلنا، اكيد لعيبه الاهلي عمرها ما هتعمل حاجه زي كده وتحط الكره في الاوت. الكره هنا برضو ضربه ركنيه اتلعبت بالعرض، اتقطعت البنك الاهلي. اتفرج على الارتداد، سذاجه دفاعيه هنا من نص الملعب، انفراد. لو لعيب قدراته كويسه ده كريم بامبو، لو لعيب قدراته كويسه هيخش على الجون على طول، مش هيستلم الكره ويجنح بيها كده على الطرف. طبعا اتكتروا عليه وقطعوها لان هو اتبرجل فيها. مش التصرف يا جدعان، هو نتكلم على التصرف. هنا برضو هجمه مرتده تاني، الكره هنا مع لعيبه البنك الاهلي،
يعني الضغط بتاع بيراميدز ضغط قوي كل حاجه، بس في النص الامامي كره اتقطعت، هتتقطع تاني من لعيبه البنك الاهلي. واتفرج معايا لعيبه البنك الاهلي وهي بتقطع الكره وبتنقل الكره بكل سرعه، نص الملعب مفتوح، الطرف كمان مفتوح. بص كام لاعب من البنك الاهلي جوه ال 18، فين ارتداد لعيبه بيراميدز؟ مش موجود. واتفرج هنا على ال 18 كان مين اللي واقف. تعالى بقى معايا اقول لك الفجوه الاصعب اللي هي الجزء اللي قدام ال 18. احنا بنتكلم هنا في الدقيقه 87، فريق كسبان. بص هنا 2 قدام ال 18، مفيش اي حد من نص الملعب فكر ان هو يغطي عليهم. كمان الفجوه مستمره، يعني حتى والحكم حاسب 8 دقايق، المفروض ان انت كفريق يعني بتنافس على بطوله تبقى فريق منظم. لعيبه بيراميدز كلها شبه جوه ال 18 وعلى خط ال 18، سايبين نص الملعب فاضي. مفيش اي ادراك ان اللاعب اللي في نص الملعب ده لو استلم هو رايح يحط جون، مش رايح يهزر مع الدفاع ولا حاجه. هنا ابتدى حد من خط النص يطلع يقابل، برضو ما حدش قطع الكرة اتنقلت تاني ناحية البنك الأهلي، نقلها ناحية اليمين، هتترفع عرضية. عايزك تبص كده على ال 18، نفس الفكرة برضو، 2 لعيبة 3 لعيبة موجودين على ال 18، مفيش حد من بيراميدز خالص. يتكرر الكلام تاني، الكرة تروح ناحية اليمين تترفع بالعرض. انا عايزك تركز على حدود ال 18. الشناوي طلعها، رجعت شاطها، صدها الشناوي. هي دي الفجوة اللي احنا بنقول عليها. طب احنا بنقول الخطورة بتيجي منين؟ ان لو بيراميدز قدر يطلع بالكرة من ناحية الاطراف، حطها في نص الملعب وقدر يعدي بيها نص الملعب والكرة في دايرة النص، بيقدر ساعتها لعيبة بيراميدز بمهاراتهم الفردية ان هم ينقلوا الكرة على الاطراف من الطرف جون.